عليه افضل الصلاه والسلام. دعمونا يا جماعه، لو في دعم بالنجوم على اليوتيوب دعمونا بالنجوم. طيب يا جماعه، اصل زيزو عايز فلوس وخلاص. ليه عايز فلوس وخلاص؟ ليه؟ زيزو كان بيلعب في الكونفدراليه مع البط الكيني ومسلم الليبي، تمام، وراح دلوقتي لعب مع بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي ولعب قدام ميسي. المباراه القادمه للاهلي، خلاص الاهلي خرج من كاس العالم انديه وواخد راحه اسبوعين، واخد راحه اسبوعين. محمد رجب اخويا وحبيبي الغالي، محمد رجب. وسام ابو علي 3 اهداف، اخويا وحبيبي الهلالي. رونالدو طبعا طبعا طبعا، كريستيانو رونالدو سيد اسياد كرة القدم على مستوى العالم. تاريخ كبير جدا من المهارة والإثارة والمتعة، والهداف التاريخي لكرة القدم يا جماعة. لاعب ما فيش اتنين يختلفوا عليه، لاعب ما فيش اتنين يختلفوا عليه، لاعب بإمكانيات مهولة، إمكانيات جبارة. التاريخ سيذكر كريستيانو رونالدو. يا لو قعدنا نتكلم عن رونالدو هنتكلم سنين وسنين وسنين وسنين. شوف رونالدو، شوف حلاوته، شوف جماله، شوف ابداعه، شوف كم سنه ولسه بيعافر في الملاعب لسه. انه افضل من ميسي، افضل من ميسي. بص، رونالدو حاله خاصه، تحس ان هو هداف بالفطره. لديه قدم تعرف الطريق الى الشباك، قدم بتعشق الشباك، ورأس بتعانق الشباك. كريستيانو رونالدو أحد اللاعبين الأفزاز في تاريخ كرة القدم العالمية. الوقت يبقى زيزو حلو، زيزو حلو، زيزو جميل، زيزو عسل، زيزو. عايز تغيظه هات له زيزو، عايز تغيظه هات له زيزو. أكبر هداف في التاريخ طبعا 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 رونالدو. أحمد ياسر حبيبي يا غالي. محمد وجدي زيزو إعارة 6 شهور ماشي. ماشي يا محمد يا وجدي، خليك ضحكنا كل شويه. عموما يا جماعه، عايز اقول لك ان نادي البنك الاهلي بيهم بي آه، نادي عايز اقول لك ان نادي البنك الاهلي بيمهد لانتقال. الله الله، اللهم صل وسلم على سيدنا. عفوا يا جماعه، نادي البنك الاهلي بيمهد لانتقال اسامه فيصل للنادي الاهلي. ازاي؟ نادي البنك الاهلي بعت، او نادي البنك الاهلي بيمهد لانتقال اسامه فيصل للنادي الاهلي. ازاي؟ نادي البنك الاهلي دلوقتي بيتعاقد مع احمد امين اوفا المهاجم بتاع نادي انبي عشان يكون بديل لاسامه فيصل اللي هينتقل للنادي الاهلي. لا، اول مره تسمع عن زيزو. ازاي ده؟ انت هتسمع عنه كتير جدا. ده لاعب كبير، لاعب عظيم. احمد السيد زيزو لاعب من افضل لاعب في مصر، احمد السيد زيزو. بعد الراحه باسبوعين هنلعب امتى يا عم حمدي؟ بعد الراحه باسبوعين هنعمل معسكر في اسبانيا، وهنلعب مباراتين 3 وديتين مع احد الفرق الاسبانيه. هتسمع عنه كتير معانا هنا في قناتنا على اليوتيوب. طالما بقيت مشترك معانا يا عبد خالدي هتسمع عنه كتير معانا على اليوتيوب. محمد صلاح حاجه واحمد السيد زيزو حاجه. محمد صلاح يعني بيلعب في ليفربول الانجليزي، احمد السيد زيزو بيلعب في الاهلي. حبيبي يا عم، هتتفرج على التلفزيون عادي. عموما نادي البنك الاهلي بيمهد لانتقال اسامه فيصل للنادي الاهلي بالتعاقد مع احمد امين اوفا مهاجم انبي السابق. النادي البنك الاهلي عايز يتعاقد معاه تمهيدا لانتقال اسامه فيصل للنادي الاهلي. الزمالك فوق الجميع. ماشي يا عم عمر، كلام جميل، كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. كلام جميل. متوقع يلعب بالمهاجم عبد الله الرحمن؟ لا، ماركوس هيلعب بماركوس. ما انا قلت لكم تشكيل الهلال السعودي ان هيكون زيزو مش شايفينه بترشيحات الكرة الذهبية. يعني انت عايز ايه يا عبد وخالدي؟ يعني انت عايز ايه؟ طالما لعب في الاهلي بعد كده هيترشح. بود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بود ليكس، صباح الفل يا غالي. محمد صلاح مين؟ محمد صلاح طبعا. عم احمد، لماذا الاهلي فرط في كأس مصر؟ عشان الاهلي ما كانش عنده وقت يلعب في كأس مصر. طبعا فاكرك يا حبيبي، فاكرك يا غالي. طيب انا مش عمري ما اقول غير الكلمة دي. حبيبي يا عمرو،